السلام عليكم. كيك ديال السميده كيجي ساهل ولذيذ. اول حاجه غادي ندهنوا المول بالزبده ونرشوه بشويه ديال السميده ونخليوه على جنب. المقادير 3 ديال البيضات، شويه ديال الملحه، كاس ديال السكر، وغادي نخدموهم مزيان حتى ينسجموا لنا. من بعد غادي نضيفوا كاس ديال الزيت، عبروا غير بالكاس ديال الياغورت اولا كاس الرب ديال بقياس كاس العنبه. غادي نديرو كاس ديال الياغورت، من الاحسن يكون ديال الفاني، وغادي نخدمو كلشي مزيان. من بعد غادي نزيدو كاس ديال الكوك اللي هو 65 غرام. من بعد السميده مع 2 خمارات حمر، خميره الكيماويه ديال الحلوى، العبار ديال السميده 240 غرام، وغادي نخدموهم صافي. من بعد غادي نديروهم في المول وغادي ندخلوهم للفران. الا كان ديال الضوء 180 درجه، والا كان الفران ديال الغاز الحراره تكون متوسطه. راه ما كتعطلش بزاف، كتاخذ تقريبا 15 حتى 20 دقيقه كتكون واجده. بالنسبه للسيرو، كاس لارب ديال السكر مع كاس ونص ديال الماء، غادي نخليهم يغليو مزيان وغادي نكهوهم بالفاني. ومن بعد ما تخرج لنا الكيكه من الفران، هانتوما كتشوفوا كتجي طايبه كامله على الاطراف، غادي نسقيوها. والتزيين كيبقى لكم نتوما اختياري، تقدروا تزينوها باش ما بغيتو. انا رشيتها بالكوك لان اصلا الكوك هو اللي فيها الداخل. وانتم كما كتشوفوا كتجي هشيشه بزاف ورطبه، وكتبقى محافظه على الرطوبيه ديالها 3 ايام تقريبا. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه ومع السلامه.